حياته كانت ضلمة، يقبض على المسيحيين عشان يرميهم في السجون، وكان إنسان قاسي جدا ما بيرحمش حد. وقف جنب استفانوس وبص لقى الناس بترجمه بالحجارة وكان راضي، لكن الحقيقة ابتدى يتهز لما شاف وجه بريء كوجه ملاك وبيقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. مشي وعمال يفكر في كل الحدث القوي دوت، وفجأة سمع صوت ونور وابتدى يتخض. مين انت يا سيد؟ قال له انا يسوع النصير الذي انت تضطهده. وابتدى هنا لقاء قوي جدا، ان ابتدى شاول الطرسوسي عينيه تتفتح على كرازة جديدة وعلى بشارة جديدة ان المسيح هو المخلص اللي هيخلص العالم. وعشان كده لما اتعمد بحسب كلام المسيح له المجد على يد انيانوس وقعت قشور من على عينه وابتدى يفتح، وكأن لسان حاله كنت أعمى والآن أبصر. الحقيقة بعدنا عن المسيح يخلينا ضلمة في ضلمة، عشان كده كل ما نقرب من المسيح عينينا تتفتح وتشوف مجد الله، ونقول له أرينا مجدك زي ما موسى شاف مجدك.